إخوتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم، إن شاء الله حبايبي تكونوا بخير. اليوم اخترت لكم طبق راقي واقتصادي، وهذا ما تلقاوهش غير عند جهيدة. إذا واش عندي هنا في المقادير؟ أنا سبقت هنايا عندي نص صدر تاع الدجاج، هو اللي حندير به الطبق هذا، لكن لازم يكون عندكم هذا الكورنيات اللي نستعملوهم في الحلويات. نص صدر تاع الدجاج هذاك العظم انا درت به مرق باش نمرق، على هذا قلت لكم اقتصادي، دونك بلا اللحم ولا بلا دجاج، فقط هذاك نص صدر تاع الدجاج راح ندير به الطبق. قبل ما نعطيكم هنا واش درت، نبدا بالمرق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الزيت ونحط قطعه تاع زبده ولا مارغرين، لانه هنا ما عنديش مستوى تاع الدجاج. نحتاج البصل، وراني ندير انايا وراني نعطيكم المقادير. عندي تقريبا نقولوا سنه تاع الثوم، نحتاج زروديه قطعه اختياريه، لازم دائما الطاجين نقلب وقته قليله كي يبدا يبصر، ما يتغيرش اللون تاعو لكن يبدا. نجوزو كان المرحله الثانيه واش عندي؟ قلت لكم عندي نص صدر تاع دجاج، اوريكم نحيت له هذاك العظم درت به مرق باش مرقت الطاجين هذاك نص صدر تاع الدجاج رحيته، اوريكم درت له نفس التوابل اللي درتهم هنا في المرق، مع المعدنوس مع لا شابيو وشويه غير، اوريكم. نحتاجوا هذا الكورنيات كما قلت لكم، عندي هنايا شويه جبن، ونبدا بسم الله. درت انا الكسرونه هنا فيها الماء على النار، ندير يدي في الماء، ندير هكذا بالطريقه هذه، هكذا نحكم هذو وندير هكذا. طبعا الصدر تاع الدجاج دائما نحول هذوك العروق اللي يكونوا فيه باش ما كي نجو نلحوه ما تلصقناش في هذيك الموس تاع الاشواغ مثلا. هكذا الماء يساعدني باش تجيني ليس، ولا شتو هي انا درت بزياده نحي كيما انايا هكذا، نحي شويه ونبدا نتحف فيها باش تجيني شابه، يعني نعطي لها الوقت هكذا، نسيها بيدي هكذا. هذه هي هكذا، وكان نكمل هذا ونوريكم كيفاش التتمه تاع الطبق. كملت شكلت الكورنيات وبديت نطيب كما راكم تشوفوا هنا، وخليت شويه نحتاجو من بعد. نعاودلكم هنا كيفاش نطيبهم. درت كسرونه هنا على النار فيها غير الماء فقط، ونحط هذو الكورنيات بالطريقه هذه. هنا نحطوهم ماشي باش يطيبوا، باش هذاك الدجاج يتجمع فقط، وكتشوفوا يعني مجرد ما يبدو هذا اللون نحيهم، لانه رايحين يطيبوا في المرق. يعني عند الغليه الاولى نحيهم، وكتشوفوا هنا خلاص. احسن نفدهم بالموس باش نهبط كامل هذاك الماء اللي فيهم، ونحطهم هنا على باكي.
هذه هي. دوكا انا نجبدهم كامل ونكمل لكم كيفاش نحشيهم. شوفوا هنا درتهم كامل في الماء كيما شرحت لكم. دوكا نجي نحيهم. هذه ديجا اللي نحيتها يتنحاو بكل سهوله لانه هذه اني درت لهم لا ماغاري هكذا غير بالعقل. بون نوريكم حبه واش ندير بعد نكمل البقيه. نجيب قطعه تاع جبن هكذا نحطها هنا في الاسفل، نزيد نحشيها بهذا الدجاج اللي بقى لي. بهذه الطريقه ونحطها مباشره في المرق، لكن تاكل كامل باش نحطوه في المرق باش يطيبوا لي كامل في وقت واحد. هذه هي الطريقه. وهذا الدجاج موش طايب يا دوكا كي يدخل في المرق راح يزيد يطيب. هذه هي انا نديرو يطيب. وفي الاخير دائما كي نكملوا انا واش ندير كي يطيب كامل ونطفي نحط قطعه تاع زبده ونحط شويه في الكحل، راح تخلي لي واحد النكهه رائعه للطبق. هذه هي. ومن بعد تشوفوا الطبق تاعي جاهز. هاوليكم الطبق في شكله النهائي. انا قدمته مع البطاطا المقليه. الطبق هذا نقدر نقدمه مع الجلبانه، نقدر نحط الزيتون بدل ذاك الحمص. المهم الفكره تاع اليوم. نتمنى تكون عجبتكم. ما تبخلوش عليا بجامي اذا عجبتكم الوصفه. مع السلامه.